الاخبار اللي عندي ان مصطفى فتحي اتكلم بطريقه غير لائقه، يعني رد على عبد الله، وعبد الله خدها يعني ان انا كابتن فرقه ما ينفعش تتكلم معايا كده، وكان منتظر من هاني سعيد ان هو يتدخل، وهاني سعيد يعني اللي انا عرفته ان هو يعني كان سايب الموضوع عادي لغايه ما يحله بعدين. يعني انا اتحكيت لي روايه ثانيه ان هو ساب الماتش وطلع. ماشي ماشي، ما هو ده دي بدايه القصه. بعد كده لما لقى ان مفيش رد فعل، يعني الناس ما بتوقفش مصطفى، او يعني مفيش رد فعل يعني مع مصطفى، فراح كسر الدنيا وخد هدومه ومشي روح. فيعني هو ده الموقف بالظبط. ممكن يعني يبقى في كواليس. بس انا معاك ان اداره بيراميدز 100-100. يعني انا بقول اللعيب الكبير لازم بيقيم المرحله، ولازم يعرف ان برضه في سن معين. خلي بالك بقى من حاجه، هو اتغير في ماتش حرس الحدود، كان طالع من ماتشين البنك الاهلي، هو طرد منهم واحد. فانا شفت عبد الله كان مموت نفسه في الماتش بتاع الكاس خلاص. وضع طبيعي جدا لما يلعب بعد 48 ساعه زي ما احنا لعبنا انبي كده هيبقى مجهد، فلازم الراجل هيغيره. والسن وتراكمات الماتش، الثلاث ماتشات ودخلوا في 7 ايام، التراكمات هتظهر في الماتش بتاع حرس الحدود. فوضع طبيعي جدا ان هو يتغير في اول الشوط الثاني عادي يعني. صحيح. فلازم اللعيب يبقى محترم وجهه نظر المدرب، ولازم يعرف ان هو لعيب بس مش انت نجم وكل حاجه وراجل مؤثر وكل حاجه، لكن انت ما تديش رساله سلبيه للعيبه الصغيره. امال انت هتحاسب اللعيب الصغير ازاي؟ امال لما انت تتكلم انت قدوه وهتكلم اللعيب الصغير تقول له لا اصبر، لا انت عندك ابراهيم عادل وعندك لعيبه صغيره، محمود صابر ولعيبه كتير، محمود صابر واللعيبه الصغيره، انت هتكلمهم ازاي كعبد الله السعيد؟ فطبعا دي مواقف لازم عبد الله نفسه يتعلم منها، رغم ان هو كابتن فرقه لازم يتعلم منها.